قلت لكم من زمان هنا وبكرر تاني وانا مسؤول عن كلامي انه في توجه داخل النادي الاهلي لعدم استمرار عماد متعب وحسام غالي. يمكن لعب حسام مباراه الاهلي والزمالك تألقه بالشكل ده يخلي الناس في وضع حرج شويه، يعني طب نعمل ايه؟ طب نخلي القصه ماشيه ازاي؟ طب يكمل؟ طب ما يكملش؟ طب يقعد؟ طب نديله فرصه؟ طب احنا شايفينه كابتن كويس؟ لا. انا بقول لكم اسرار الاسرار اللي بتطلع، يعني طلعوا نفوا قصه عماد متعب، لكن ما يحدث اليوم في الملعب يؤكد اللي انا بقوله، وانه خلال ايام قليله جدا سيتم ابلاغ عماد متعب رسميا، بس بشرط بقى انه العقد يتم التنازل و انه عماد انت مش موجود معانا، او لو تأيدت مش هيبقى لك فرصه خالص للملعب او ان انت تلعب. وهو يعني الموضوع معروف فنيا يا جماعه، ما حدش يزعل من صراحتي ومن وضوحي. في ناس بتزعل وتغضب وهم اصدقائي واحبائي ولهم عندي معزه ولهم عندي موده وكل شيء، لكن ده شغلي، وزي ما كنتش اجري ورا مصادري، زي ما كنتش اقول الحقيقه، لان انا اللي عرفته انه ادوا لعماد لحسام غالي يوم زياده، فخد اليوم الزياده الاجازه، بالتالي قالوا انت مش موجود في المباراه. اللي انا شايفه مثلا ان النهارده حسام غالي لازم يكون في الملعب في المباراه اللي زي دي، اللي عايز تظبط الدنيا. انت عندك لعبت بسبع لعيبه ما لعبوش مباراه الاهلي والزمالك، فاللي انا شايفه في يوم زي ده حسام غالي لازم يكون موجود في الملعب. عماد متعب يكون اول بديل مثلا لو ما بداتش بيه، يعني هو عمل مثلا مقارنه بين عماد متعب وبين عمرو جمال، فهو اختار عمرو جمال، ماشي خلاص. لما تعمل تغيير يبقى التغيير عماد. ده وجهه نظري اللي ممكن تكون فنيا ما تعجبش حد، بس انا وجهه نظري لها قيمه عندي انا وبحترمها جدا وبقدرها جدا. مفيش اي حد محترم وجهه نظره لا قيمه لها. اي وجهه نظر لها قيمه ولها احترام ولها تقدير، خاصه لما نكون احنا ناس لعبنا وصلنا على مستوى منتخبات، وصلنا على مستوى الانديه، وصلنا يعني الحمد لله والشكر لله، فتبقى وجهه نظرنا لها قيمه. انت حضرتك بقى تاخد بيها وما تاخدش بيها، دي وجهه نظرك. فانا بتكلم النهارده كراجل بفهم في الكوره شويه، او كراجل مشجع كروي اولا ومشجع اهلاوي اولا كمان. فحسام غالي كان وجوده النهارده في وسط الملعب اساسي جدا في هذا اللقاء، خصوصا انه اجاد بامتياز في مباراه الاهلي والزمالك. عماد متعب وجوده ان شاء الله ك 45 دقيقه اساسي جدا. فما يحدث مع عماد متعب او وضوح الشمس، يعني بيقولوا له اتفضل من غير مطرود وياك تتجنن وتعود. بس عماد تاريخ مع النادي الاهلي، عماد تاريخ مع منتخب مصر، وقد تكون وجهه النظر الفنيه صحيحه 100%. خلي بال حضراتكم، ممكن جدا تكون صحيحه بنسبه 100%. وارد. وجهه نظر جهاز ما حدش يقدر يتكلم فيها، والجهاز هو اللي بيدير الفرقه وهو صاحب الاداره الفنيه، ولا حد يقدر يتكلم يقول ان ولا حد يقدر يفتح بقه ولا حد يقدر يقول حاجه. ماذا سيحدث؟ ايه اللي هيحصل خلال الايام القليله المقبله؟ هل عماد متعب ايامه انتهت مع النادي الاهلي؟ انا بشعر بكده. تقول لي طب انت قلت على عماد متعب، وماذا عن حسام غالي؟ لو حسام غالي راح قال لهم انا هعتزل، قالوا له يا خير وبركه، كتر الف خيرك، منتظرين ده. ومحدش عنده الجرأة او الشجاعه في النادي الاهلي انه يقول لهم بالسلام. ما يعني ما حدش عنده ده. وهرجع لكم بمنتهى البساطه لسنه 92، انه كان في 4 نجوم كبار جدا، طاهر ابو زيد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، محمود صالح. وكان عندنا فتره اعداد، وفوجئنا بالكابتن صالح سليم. كان عندنا فتره اعداد هتبدا مثلا بكره، فالكابتن صالح طلبهم، قال لهم عايز اقعد معاكم. فهم كانوا ال4 الكبار القدام في الفريق، ففكروا انه كابتن صالح جايبهم بقى يقول لهم الدوري وانتوا بقى والموسم. كان في جهاز فني بقياده الكابتن انور سلام وقياده الكابتن صلاح حسني، شرحوا للكابتن صالح انه هم
مش هيقدروا الاربعه مش هيقدروا يكملوا، على الرغم من انه كابتن طاهر ابو زيد كان ناهي نهائي كاس مصر، والشوطه اللي وقعت من ايد حسين السيد وجابها ايمن شوقي هدف جميل، وعلى الرغم ان علاء ميوب كانت رجله في الملعب، على الرغم ان ربيع ياسين السنه دي كان عامل سنه عالميه، محمود صالح كان لعيب اساسي على طول، لكنه دي كانت وجهه نظر الجهاز فابلغوا بيها كابتن صالح رئيس النادي، فما كان عليهم جابهم. الاجتماع خد 3 دقائق، يا جماعه انتوا وجهه نظر الجهاز الفني ان انتوا مش معانا السنه الجايه. وقال لربيع انت ممكن يا ربيع تكمل اشتغل فتره الاعداد وهيبقى لك دور. قالوا لا يا كابتن انا ما اتحطش فتره الاعداد. قال له خلاص انت حر، وانتهى الامر، قضي الامر خلاص بالسلامه. اعتزلوا ما عدا علاء ميوب راح لعب سنه او سنتين في الاولمبي، بعد كده اعتزل. طاهر ومحمود صالح وربيع ياسين اعتزل. هل في حد في النادي الاهلي عنده الجرأه دي انه يقول ده؟ انا شخصيا وانا بلعب حسيت انه كل بتمرن وبموت نفسي ما بلعبش. رحت طلبت الكابتن صالح ان انا اروح اقعد معاه، رحت قعدت معاه، قال لي انا هعمل لك ايه؟ القرار بتاعك انت، شد حيلك اتمرن وموت نفسك، واذا كنت كويس هتلعب، مش كويس مش هتلعب. قلت له يا كابتن انا بتمرن وبموت نفسي. قال لي خلاص. قلت له كده انا بطل احسن. قال لي انت حر. برجع قال لي انت قادر؟ قلت له طبعا قادر. قال لي خلاص موت نفسك وشد. قلت له طب لو جيت السنه الجايه لقيت نفسي مش متأيد؟ قال لي خلاص يبقى وجهه نظر الجهاز الفني. بس اداني بقى كلمتين تشجيع، بس انت جدع وانت مش عارف ايه وانت ايه، بس انا طلعت من عنده قلت وجهه نظر الجهاز الفني، يعني انا موت نفسي وبعد التاريخ ده كله اطلع قدام سنه يقول لك انت مش متسجل؟ لا يا عم السلام عليكم. كسبنا الزمالك انا فاكر، ورحت اعلنت اعتزالي وخلاص بطلت. في مسؤول صريح واضح جريء قوي، عصام الحضري، لما سافر ورجع بعد ما سافر بكام يوم وقدم كل الاعتذارات وكل عبارات الاسف ولكنه خلاص كان مجلس اداره. مجلس الاداره الاول كان كابتن صالح سليم، مجلس الاداره الثاني كان كابتن حسن حمدي. قال لك خلاص عصام الحضري ما يقعدش، مع انه لجأ الى رئيس الجمهوريه شخصيا. يعني ساعتها لجأ الى الرئيس الاسبق الرئيس حسني مبارك شخصيا ورفض طلبه. دي بتبقى قرارات جريئه محتاجه ناس بتاعت قياده. انت مش عايز عماد متعب، بلغه يا عماد انت مالكش نصيب معانا في الفتره القادمه، خلاص الموضوع انتهى. عماد بقى يقرر، يروح الزمالك هو حر، يروح الاتحاد هو حر، يروح المصري هو حر، يروح وادي دجله هو حر، وانا بقول اسماء وبعنيها تاني. يروح الزمالك هو حر، يروح الاتحاد السكندري هو حر، يروح المصري هو حر، يروح وادي دجله هو حر. له مطلق الحريه. وانا شايف ان النادي الاهلي الحقيقه اخطا انه جدد لعماد من بدري، لان طالما كان عندك النيه انه ما يلعبش او انه ما يكملش، بتجدد ليه؟ عشان ضغط جمهور وضغط الاعلام، عشان كان سجل هدف في المقاولين لما نزل ومش عارف ايه لما نزل. هنا كان خطا. ارجع تاني واكد اهو معلومه انه الجهاز الفني لم يكن يرغب في وجوده الموسم المقبل. وراجعوا تصريحات المهندس محمود طاهر بعد اجتماعه مع الكابتن حسام البدري عشان التجديد، لما سالوه هتعمل ايه في حسام وعماد؟ قال لهم والله لسه ما خدناش يعني القرار بتاع القائمه. وارجع اقول منه لله اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره اللي عمل القيد 490 لعيب، تأيد 30 لعيب، وليك 5 اعاره، وليك 4 استبدال، 39 لعيب. 39 لعيب. كان في 25 لعيب. بيبقى عندك يعني فائض. الانديه تلاقي الرجاء اللي طالع ده بياخد لعيبه، تلاقي النصر بياخد لعيبه، تلاقي الاسيوطي بياخد لعيبه، تلاقي انديه زي اللي نزلت دي عايزه ترجع مره ثانيه بتاخد لعيبه، تلاقي طنطا بتاخد لعيبه، تلاقي الشرقيه بتاخد لعيبه، تلاقي الداخليه بتاخد لعيبه، والانديه اللي عندها امل زي حرس الحدود وزي فاركو وزي كفر الشيخ، كل الانديه دي تاخد لعيبه بتبقى سعرها مهاوت. لكن النهارده انت خلاص مخلي اللجام كله في ايد حد بس. فحرام والله، يعني 39 لعيب، 30 و5 واعاره 4 استبدال 4. لو انت 25 كنت قلت لا انا بقى افضل اختار واشوف القصه والحدوته وده يبقى موجود وده مش موجود. في كل الاحوال عماد متعب لعيب تقيل قوي، لعيب الحقيقه انا شخصيا كنت بستمتع وانا بعلق له. يمكن طلعت عماد متعب متعب مزعج مقلق، لعيب امتعنا ولعيب ساهم في حصول الاهلي على بطولات عديده. ويكفي مثلا لقطه سيوي سبور وهدفه في الثواني الاخيره في هذا
اللقاء اللي نقل البطوله من ساحل العاج الى النادي الاهلي، وكان سبب في اسعاد جماهير الاهلي وايضا هذا المجلس بالتحديد مجلس الاداره، لانه في هذا التوقيت كانت في ازمات كثيره جدا تحيط به، وهذا الفوز وهذا الانتصار كان ليه دور كبير جدا 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 في تقويه هذا المجلس. يعني كتير جدا طالبين مداخلات، هفتح المداخلات بعد شويه، وكلها اراء لها احترامها، واتمنى ان شاء الله انه هزيمه الاهلي النهارده من الفيصلي دي هزيمه وارده وعاديه جدا، قد تكون مكاسب الاهلي من البطوله اذا ما خدهاش او اذا ما تاهلش اكتر بكتير جدا من خسائره في حاله خسارته او عدم تاهله للدور نصف النهائي او المباراه النهائيه. لكن بقول لكم من حسن حظ النادي الاهلي مباراته القادمه مع الوحده الاماراتي. الوحده بيلعب بالصف الثاني، ظهر النهارده بمظهر ضعيف جدا. نصر حسين ضاي فاز عليه 2-0 بمنتهى السهوله، وكان قادر على زياده الاهداف وزياده الغلب.